تخيل معايا المنظر ده، انت لاعب كوره واقف في منطقه الجزاء، مسكت الكوره بايدك، الجماهير كلها عماله تزوم عليك وعمالين يزعقوا، والمدير الفني قاعد حاطط ايده على راسه، والحكم جالك وقام جاي مصفر وعطيك كارت اصفر. مش فاهم فيها يا جدعان، فيها انا عملت ايه لكل ده؟ انا عملت لكم ايه؟ في حين اللي انت تبص جنبك تلاقي لعيب تاني بيمسك الكوره بايده والجماهير بتسقف له، ونفس المدير الفني ده فرحان بيه والناس كلها بتحييه. الله، هو في ايه يا جدعان؟ طب ما هو عمل نفس اللي انا عملته، ماسك الكوره بايده، بس اللي انت ما خدتش بالك منه ان هو حارس مرمى فمسموح له يمسك الكوره بايده، لكن انت مدافع فمش مسموح لك تمسك الكوره بايدك. هتقول لي يا عم رمزي المثال العبيط ده، ما الناس كلها ما بتلعبش كوره غير وهي عارفه القوانين بتاعتها وعارفه مركزها وعارفه هي بتعمل ايه. هقول لك ممكن يكون مثال عبيط، ولكن انت شخصيا بتعمل ده في حياتك، وده اللي احنا هنتكلم فيه في فيديو النهارده، وهوضح لك ازاي انت بتطبق ده في حياتك يوميا. فكل لعبه انت بتلعبها انت بتبقى عارف بالظبط قوانين اللعبه دي، بتبقى عارف ايه اللي مسموح لك ايه اللي مش مسموح لك، انت دورك ايه اصلا فيها، مركزك ايه، ومع كل مركز ايه المهام اللي مطلوبه منك. بل وكل طريقه لعب ممكن نفس المركز يبقى مطلوب منه مهام مختلفه عن نفس المركز ده في طريقه لعب تانية. ولكن في الحياه قليل قوي اللي بياخد باله من النقطه دي واللي فعلا بيعرف هو بيلعب ايه. في كتاب سيكولوجيه المال مورجان هاوسل كان بيتكلم في نقطه مهمه جدا، بيقول لك انك ممكن تلاقي مستثمر بيستثمر على مدى 30 سنه قدام، واحد تاني بيبيع ويشتري في نفس اليوم، واحد تالت بيبيع ويشتري كل كام شهر او كل سنه او كل حاجه بسيطه. طب ايوه مين فيهم اللي صح؟ يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ هنا بقى دي المشكله، ان انت اصلا سؤالك غلط. مفيش حاجه اسمها مين صح، في حاجه اسمها انت لعبتك ايه. المستثمر طويل المدى ده عنده لعبه، المتداول اللي هو بيشتري ويبيع في نفس اليوم ده عنده لعبه تانية خالص، والشخص اللي هو عايز يحافظ على فلوسه بيبيع لما السهم يعلى جامد ويشتري والحاجه نازله، ده ليه لعبه ثالثه خالص. وانت مش هتلعب لعبه حد فيهم غير لما تكون انت عارف انت عايز تلعب ايه، وساعتها تنقي الانسب ليك والتكنيك الانسب ليك علشان خاطر تحقق اعلى نجاح في لعبتك الخاصه. فلو مثلا مستثمر وشخص غني جدا قال لك خلي بالك السهم ده كويس، ما تروحش تشتريه على طول، لان انت مش عارف الشخص ده بيلعب انهي لعبه. ممكن يكون بيلعب لعبه المدى الطويل، يكون فعلا السهم ده كويس بس على مدى 20 30 سنه، لكن انت لما تيجي مثلا محتاج الفلوس في 6 7 شهور فتلاقي السهم خسران معاك. فانت لازم تعرف كويس انت لعبتك ايه. المشكله اللي انت تيجي تفتح النت تلاقي مثلا شخص عايز يبقى مليونير، فتقول ايه ده؟ طب ما انا كمان عايز ابقى مليونير. شخص تاني عنده فولورز كتير، ايه ده؟ طب انا كمان عايز يبقى عندي فولورز كتير. شخص ثالث مش عارف عنده ايه، فتلاقي نفسك انت كمان عايز تعمل دي، كل شويه عايز تعمل حاجه مختلفه من غير ما تبقى عارف اصلا انت لعبتك ايه. خلينا ناخد مثال بسيط، انت مثلا جيت سالت عايز تبقى عندك عربيه فراري، فممكن تقول لي اه طبعا ده نفسي يبقى عندي عربيه فراري. اقول لك حلو، انت عايز عربيه فراري ليه؟ تقول لي علشان خاطر مثلا مريح. اقول لك حلو. تقول لي سريع. اقول لك جميل. تقول لي جميله. اقول لك جميل. طيب انا لو جيت قلت لك هديك العربيه الفراري دي، ولكن محدش هيشوفك بيها ولا هتنزل بقى صور على الانستجرام ولا هتمشي بيها مثلا في الشوارع بقى فالناس يقعدوا يشوفوا ويشاوروا عليك ايه ده واو ده معاه فراري ايه الحلاوه دي، ويقعدوا بقى يصوروها وانت ماشي بيها وكلام. لا، انت حرفيا محدش عارف انها معاك. هل هتبقى مبسوط بيها؟ لو جاوبت باه فاحتمال تبقى انت عايزها فعلا، لكن لو جاوبت بلا او حسيت ان حماسك قل يبقى انت هنا ما كنتش عايز فراري، انت عايز نظره الناس ليك وانت راكب فراري، انت عايز احترام الناس، انت عايز تشوف تقدير وتشوف الناس مبهورين بان انت معاك فراري، مش ان انت محتاجك عربيه. انت مثلا لو عايز عربيه علشان خاطر تروح بيها شغلك، عشان خاطر تسافر بيها في الاجازات مثلا مع عيلتك، عايز ان انت تعمل بيها حاجات الاساسيه، تبقى عربيه توصلك وتجيبك. دي مختلفه تماما عن ان انت عايز عربيه عشان تتفشخر بيها وعلشان تشوف قيمتك في انك راكب عربيه. انا مثلا من ضمن طموحي ان انا عايز اسافر بالي. طب ليه عايز اسافر بالي؟ علشان انا بحب الجو ده جدا، بحب جو مثلا ايه الاشجار بقى والخضار في كل حته والميه، وان انت في مكان زي غابه وبعيده عن الناس والدنيا هاديه وتفتح الشاليه تلاقي قدامك مناظر طبيعيه. انا بحب ده جدا، انا بحب الجو ده جدا. طيب لو حد تاني قال لي بص في مكان بيقدم نفس الخدمه وعنده نفس الجو اللي انت بتحبه والهدوء والخضار مع الزراء او اللي هو الشجر مع الميه مع الكلام الجميل ده كله والمناظر الطبيعيه، ولكن مش مكان مشهور قوي مش مكان معروف قوي وسعره ارخص بس مش بنفس شهره بالي، انا هروح عادي ما عنديش مشكله، عشان انا بالي دي وسيله مش غايه. انا مش عايز اروح بالي علشان بالي، انا عايز اروح علشان الجو اللي انا عايز اعيش فيه واللي انا عايز اجربه. فلو لقيت ده في مكان تاني وممكن يكون ارخص واحسن خلاص اتحلت. فركز كويس قوي في هدفك من الحاجه اللي انت بتعملها، انت عايز ايه؟
المشكله الاكبر في ده هو الانترنت والسوشيال ميديا اللي وصلتك لناس كتيره جدا. يعني زمان انت كان اخرك تقارن نفسك مثلا بابن خالتك، بالناس اللي حواليك في المنطقه، بقرايبك واصحابك والبيئه الصغيره اللي حواليك. لكن دلوقتي انت تفتح النت تلاقي الاف الناس بقى، اللي سافر مش عارف فين، واللي معاه عربيه نوعها ايه، واللي اشترى تليفون جديد عامل ازاي، واللي مش عارف علاقاته عامله ازاي. هتلاقي مليون حاجه ومليون شخص عامل مليون نجاح، فتيجي انت بتاخد الهايلايت او الحاجات اللي نجحها او الحاجات اللي عملها وتبدا تقارنها بحياتك انت، فتبدا تقلل من نفسك وتبدا تحس كمان ان انت عايز تعمل حاجات من دي، رغم انها اصلا ممكن ما تكونش اهداف. انت ما ركزتش مين الشخص ده، نشأته عامله ازاي، فكره عامل ازاي، مرجعيته عامله ازاي، التضحيات اللي ضحى بيها علشان خاطر يوصل للي فيه ده. انت مش شايف اي حاجه، انت شايف بس النتيجه، وبناء عليها بتقرر حاجه انت ممكن في الاخر تكتشف انك مش عايزها. وده في علم النفس حاجه اسمها سوشيال كومباريزون او المقارنه الاجتماعيه. احنا كبشر بنقارن نفسنا علشان خاطر نعرف احنا واقفين فين. يعني لو جيت انا مثلا قلت لك هل الكتاب ده صغير ولا كبير ولا وسط، هتقول لي بالنسبه لانهي كتاب، فهجيب لك كتاب شبه ده هتقول لي لا تقريبا وسط. لكن هجيب لك كتاب شبه ده هتقول لي ده صغير قوي، يعني ولا في الحجم ولا في عدد الصفحات ولا يجي جنبه حاجه، مع ان في البيئه بتاعته كان حجمه كويس جدا ومتوسط شبه اغلب الناس اللي هو معاهم. فهي دي الفكره، ان هو علشان تعرف تحكم على الحاجه فانت محتاج تقارنها بحاجه تانية. فانت مشكلتك انك لما بتشوف الناس دي انت بقى مش بتاخد منهم معلومات، لا انت بتاخدهم هم شخصيا كبلو برنت، او ان هم الحاجه اللي انت بتبني عليها نفسك وبتبني عليها شخصيتك، كانك عايز تبقى نسخه منهم، مش ان انت عايز تستفيد بالمعرفه اللي عندهم. وحتى في تجربه شهيره، جابوا ناس وخلوهم كلهم يتفقوا على اجابه غلط وحطوا في النص شخص مختلف. الشخص ده كان دايما بيميل ان هو يجاوب نفس الاجابه الغلط بتاعتهم، رغم ان هي باين انها اجابه غلط، بس هو بيجاوب نفس الاجابه الغلط علشان ما يبقاش مختلف، علشان يحس بالانتماء، علشان ما يحسش ان هو شخص غريب. وهنا سالت نفسي هل انا فعلا شبههم ولا انا مختلف عنهم؟ ولقيت الاجابه في كتاب دع القلق وابدا الحياه. كان بيتكلم في فكره مهمه جدا، بيقول لك ان انت شخص مختلف تماما عن اي حد تاني. انت مفيش حد جه شبهك ولا حد هيجي شبهك، حتى لو اخوك فبرضه مش هيبقى شبهك، لان كل واحد ليه جينات مختلفه، كل واحد ليه تجارب مختلفه، كل واحد ليه اصدقاء مختلفين، كل واحد ليه فكر مختلف، كل واحد ليه حياه مختلفه تماما عن ان التاني عاشها. فلما هتيجي تشوف هتلاقي مثلا اخين توأم، ولكن كل واحد تفكيره وحياته مختلف تماما عن التاني. فاذا كان اخوك مش شبهك ومش نسخه منك، فليه انت عايز تبقى نسخه من واحد شفته على الانستجرام؟ المشكله ان انت بتاخد الاوتبوت من غير الانبوت، او المخرجات من غير المدخلات. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت علشان خاطر تصنع اي حاجه فانت بتدخل مثلا مواد خام وبتشغل مثلا المكن على درجه معينه وبيطلع ناتج معين، فانت عايز تشوف الناتج ده من غير ما تشوف اصلا ايه اللي دخل للمكنه وايه نوع المكنه. انت ممكن تكون مكنه مختلفه عن نوع المكنه بتاعت الشخص التاني، وفي نفس الوقت انت داخل لك مدخلات اللي هي افكارك، معتقداتك، اهلك، بيئتك، البلد اللي انت اتولدت فيها، التجارب اللي انت عشتها في حياتك. كل دي مدخلات مختلفه تماما عن مدخلات شخص تاني، وفي الاخر باصص على النتيجه بتاعته وبتحاول تخلي النتيجه بتاعتك نفس النتيجه بتاعته من غير ما تشوف كل الفروق اللي ما بينكم دي، سواء الفروق الشخصيه او الفروق اللي حواليك. فانت ما تعرفش الشخص مثلا اللي عاجبك على الانستجرام وعايز تقلده، او ايا يكن شفته فين وعايز تبقى شبهه او نسخه منه. ما تعرفش هو ايه اللي عمله في حياته، ما تعرفش ايه الافكار اللي عنده، ما تعرفش ايه التجارب اللي مر بيها، ما تعرفش ايه الاهداف بتاعته ولا ايه التضحيات بتاعته، ولا تعرف اي حاجه غير اللي انت شايف صوره نهائيه وتحاول توصل لنفس الصوره دي. وهنا مش بقول لك ما تتعلمش من حد، بالعكس التعلم مهم جدا، ولكن بقول لك ما تشفهوش. يعني ستيف جوب ما جاش نسخ زيروكس بارك تاني، هو طور فيها وبنى عليها وجمع فيها افكار مختلفه وطلع ناتج مختلف تماما. انت كمان تعمل نفس الحاجه، تاخد من الشخص ده المعلومات بتاعته، وتاخد من الكتاب ده الفايده بتاعته، وتاخد من فيديو مثلا ده جزء مهم انا قلت، وتاخد من غيره وغيره وغيره حتت حتت حتت، كانك بتجمع بازلز او بتجمع مكعبات، وفي الاخر انت بتبني الشكل المناسب ليك انت، بفكرك انت، بتجاربك انت، بحياتك انت، بمعتقداتك انت، بكل حاجه تخصك انت. وده فرق كبير من مجرد التقليد والتعلم. ما تقفش عند نسخه واحده منه. ومثال ذكي على كده محمد عبد المنعم. الناس اللي مش متابعه كوره قوي، محمد عبد المنعم ده مدافع كبير في النادي الاهلي وبعدين اعترف في فرنسا، ولكن بدايته كان اصلا مهاجم. محمد عبد المنعم الحقيقه كان بيلعب مهاجم، ولا دي سمعتها جوه النادي الاهلي، ولكن بعد ما كان مهاجم رجع لعب مساك
وبالفعل برع في المكان دوت واستمر فيه، وكل الناس طبعا فاكره له الجون الشهير اللي جابه في الوداد، وكل ده علشان ما فضلش ثابت وجامد ومصمم لا انا هعمل حاجه حتى لو مش انسب حاجه ليه. جرب مره واثنين وثلاثه لحد ما وصل لفعلا المركز اللي طلع احسن حاجه عنده. كذلك انت جرب في اكتر من حاجه لحد ما هتلاقي الحاجه اللي تبرع فيها وتطلع شخصيتك الحقيقيه. مهم جدا ان انت لما تيجي تشوف شخص علشان تتعلم منه ما تحاولش تكون نسخه منه. بيتعلم من كوبي براينت لاعب الام بي اي لما كان بيتعلم جدا ومهووس بمايكل جوردن وبيقلده في حركات كتير، وبيحاول ان هو يتفرج عليه ويتعلم وبياخد منه الحاجات اللي تناسبه واللي هو يقدر يعملها. حتى لما الناس بدأوا يشبهوه بيه قال لهم جملة جميلة جدا، قال لهم I don't want to be the next Michael Jordan, I want to be Kobe Bryant. وده فرق مهم جدا. هل انت عايز تقلد شخص وتشفه ولا تتعلم منه وتبني نفسك بشخصيتك انت؟ اسأل ليه وحاول كتير. جيمس دايسون لما جاي يعمل مكنسة كهربائية ما قلدش الشركات اللي كانت موجودة ساعتها وعمل نفس الحاجة اللي هم بيعملوها وخلاص، لا فكر، قال هي ليه شكلها كده؟ طب انا ازاي اقدر اطورها؟ طب ازاي احسن فيها؟ وفضل على مدار 5 سنين يحاول يطورها لدرجة ان المؤسسة بتاعته بيقولوا ان هم جربوا 5000 نموذج اولي على مدار ال5 سنين دول لحد ما وصلوا للشكل النهائي واللي حقق نجاح يعوض عن ال5 سنين دي كلها. فما بالك بقى لو كان قال خلاص هو ده اللي ماشي في السوق، المكانس الكهرباء بتتعمل بالشكل ده، انا هعمل حاجه بالشكل ده، ما كانش حصل اي تطوير. كتير جدا من الابتكارات بتيجي بسبب كلمه ليه. ما تقولش مثلا ازاي اكسب في اللعبه دي، قول انا ليه اصلا محتاج العب اللعبه دي. انت ممكن تلعب لعبتك الخاصه. طب لما الابتكار والتفكير حلو قوي كده، امال ليه مش ناس كتيره بتعمله معظم الناس بتقلد؟ لان ببساطه التقليد سهل. والله في شخص ناجح ماشي بالطريقه الفلانيه ووصل للحاجه دي، خلاص انا هعتبر قدامي الخطه واضحه، هعمل نفس اللي هو عمله وهكررها وراه، سهله جدا. طب لو فشلت هقول والله يا جماعه انا عملت شبه ما الناس دي عملت اهي الناس نجحت وعملت نفس اللي انا عملته بس انا ما توفقتش، ماليش دعوه. فنفسيا تبقى اريح وفي نفس الوقت الموضوع هيبقى ابسط بالنسبه لك واسهل ان انت ماشي على خط حد تاني رسمي. ولكن انك تعمل حاجه الخاصه بتاعتك انت دي هيبقى فيها مسؤوليات كبيره جدا. ان انت احيانا بتبقى مش عارف الطريق، بتحاول تخبط تيجي هنا شويه تيجي هنا شويه، تحاول توصل للشكل بتاعك، ولو فشلت فمش هتلاقي حد تلومه وتقول ان انا عملت شبه ما شخص عمل لكن ما وصلتش اللي وصل له. ولكن ساعتها هتكون فعلا بتعيش شخصك انت، بتعيش حياتك انت، مش بتعيش كنموذج من شخص تاني. في سؤال مهم جدا، هو مين اللي اختار لك الهدف بتاعك؟ يعني انت ممكن تكون مثلا هدفك اللي انت تشتغل في وظيفه معينه، او اللي انت يبقى معاك فلوس معينه، او اللي انت يبقى عندك جسم معين، او مين اللي اختار لك الهدف ده؟ هل الهدف ده انت اللي مختاره ونابع فعلا من جواك، ولا الهدف ده ناس هي اللي حاطاه في دماغك؟ وهنا عندنا نوعين من الاهداف، نوع اسمه intrinsic جولز او اهداف نابعه من الداخل، ونوع تاني اسمه extrinsic جولز ودي اهداف جايه لك من الخارج. ونفس الهدف ممكن يكون جاي منك او جاي من بره. عايز تعمل جسم كويس، ليه؟ هل انت حاسس مثلا صحتك مش احسن حاجه عايز تحسن جسمك، ولا انت عايز تنزل صور على الانستجرام والناس تشوفك وتقول واو ايه الواد الجامد ده، ايه الجسم الحلو ده، وتكون مجرد بس عايز تلفت نظر الناس ليك؟ حاول تفكر كويس في الهدف اللي انت عايزه، هل فعلا هو نابع من جواك ولا ناس هي اللي مفهماك ان هو ده الهدف بتاعك؟ وعشان تعرف الهدف ده بقى انا قلت لك السؤال السحري في اول الفيديو لو فاكر. قلت لك ايه على حوار العربيه الفراري؟ قلت لك لو محدش هيعرف اللي انت حققته، محدش هيشوفك، محدش هيعرف اللي انت وصلت له، انت هتبقى مبسوط ولا لا؟ هل انت هتفضل عايز نفس الهدف حتى لو محدش اصلا عارف ان انت حققته؟ هل لو مش هتنزل صور على الانستجرام لسه عايز جسمك يبقى كويس؟ هل لو محدش شايفك وانت ماشي بالعربيه الفراري هل لسه عايز تشتريها؟ هل لو محدش عارف انت شغال في انهي وظيفه هتفضل عايز الوظيفه اللي انت فيها؟ اسئله كتير محدش عارف اجابتها غيرك انت. انا هنا مش بقول لك الحاجه دي كويسه او وحشه، اكيد محدش يختلف ان الواحد يكون جسمه كويس حاجه حلوه، ولكن اللي انا بقوله لك هو الهدف اللي انت عايزه ده انت عايزه ليك انت ولا عايزه للناس عشان تبهر حد، عشان خاطر يبان شكلك حلو، عشان خاطر يبان قيمتك؟ عايز تبني قيمتك انت من خلال نظر الناس ليك مش من جواك. حاول لو عايز توقف الفيديو او لو عايز ان انت بعد ما تخلص الفيديو تكتبها في ورقه وقلم، حاول تسال نفسك اسئله كتيره من النوع ده، واقعد في مكان هادي بعيد بقى عن التليفون وبعيد عن السوشيال ميديا وبعيد عن الافكار دي. يعني ممكن اول ما تصحى تبقى انت لسه مثلا ما فتحتش السوشيال ميديا ولسه ما تملاش دماغك بالافكار اللي انت بتتفرج عليها، في هدوء كده ابدا اسال نفسك الاسئله دي اكتب وحاول تفكر هل انا فعلا عايز الحاجه دي؟ ايه اللي انا عايزه في حياتي وعايزه ليه؟ ولو الناس مش هتشوفني او مش
مش هتعرف اللي انا عملته هل هفضل لسه عايزه ولا لا. حاول تجاوب على الاسئله دي وانت هتعرف حاجات عن نفسك انت ما كنتش عارفها، لان في كتير من الاحيان احنا بيبان ان احنا عايزين هدف معين، ولكن احنا مش عايزين الهدف ده، احنا عايزين شعور معين او عايزين احساس معين. والله انا عايز الشغلانه دي علشان برستيج معين، مش علشان هي دي الشغلانه اللي انا عايزها، مش علشان مثلا ممكن تحقق لي الدخل اللي انا عايزه، لا ده انا ممكن اضحي بالدخل اصلا علشان الشغلانه يبقى ليها برستيج اعلى، او ممكن اسعى ورا الفلوس ويكون الهدف مثلا اللي انا عايز احس بالامان المادي، ان انا يبقى معايا فلوس، ان انا اساعد اهلي، فساعتها مش فارقه قوي الشغلانه، المهم ان انا هعرف اوصل للفلوس اللي تحقق لي الاهداف التانيه. ممكن انا عايز العربيه الفيراري عشان خاطر يبان ان انا جامد وان انا غني وان انا معايا فلوس وان انا شخص يستاهل الاحترام وغيره. حاول تعرف منبع الهدف وساعتها هتعرف احسن طريقه توصل لها. عشان تحظى باحترام الناس مش محتاج يبقى معاك عربيه غاليه، ولا محتاج يبقى معاك تليفون ايفون اخر نوع، ولا محتاج يبقى معاك اي حاجه ماديه. خليك محترم متواضع، بتكلم الناس بشكل كويس والناس هتحبك وتقدرك من غير ما تتباهى بحاجات كلها ماترياليستيك او حاجات كلها ماديه، وده هيخليك تحقق اهدافك بشكل احسن، ممكن ارخص وممكن بطريقه افضل واسرع، وتوصل للحاجه اللي انت فعلا عايزها، مش بعد ما توصل تكتشف انك كنت بتحقق حلم شخص تاني. لان احيانا النجاح بيكون فشل، احيانا النجاح ما بيكونش نجاح حقيقي. ممكن توصل للمرتب اللي انت عايزه بس كاره شغلك وكاره حياتك وما عندكش وقت لبيتك، ممكن تتشهر بس تحس ان انت اصلا مش عارف تمشي براحتك في الشارع، مش حابب الجو اللي حواليك وانت ماشي، حاسس ان الموضوع صعب عليك وانت مثلا بتحب الخصوصيه فالموضوع مضايقك. ممكن توصل للجسم اللي انت عايزه فما تحسش ان نظرات الناس بالشكل اللي انت عايزه، فتحس ان اللي انت عملته ده كله راح على الفاضي وما تحققش الهدف بتاعك. ممكن غيره حاجات كتيره جدا ان انت توصل للهدف، وبعد ما توصل له للاسف تلاقي اللي انت وصلت لسراب، تلاقي اللي انت كل ده ماشي في طريق مش طريقك، وان اللي انت فاكره نجاح طلع في الاخر فشل. طب انا اعرف هدفي ازاي؟ يعني اعرف ازاي ان ده هدفي علشان ما اوصلش لان النجاح ده يبقى فشل زي ما انت بتقول لي؟ هقول لك الموضوع بسيط جدا. بص يا باشا، انت هتجيب ورقه وقلم، حاجه بسيطه جدا، وهتسال نفسك 5 اسئله رئيسيه. اكتب ورايا لو عايز، او ممكن لما تخلص الفيديو ابقى ارجع عيد الحته دي وخد ال5 اسئله دولت واكتبهم في ورقه وحاول تجاوب عليهم وانت في جو هادي. وزي ما قلت لك افضل وقت الصبح وانت لسه صاحي كده، قبل ما تبدا دماغك يدخل فيها معلومات من النت، هتلاقي اللي انت برضو افكارك في الوقت ده مش هي احسن افكار انت عايزها فعلا. رقم 1، لو مفيش حد هيشوف حياتي انا عايز اعيشها ازاي؟ مفيش بقى تيك توك، مفيش انستجرام، مفيش ريلز، مفيش اي حاجه من دي. انت عايز تعيش حياتك ازاي؟ رقم 2، ايه الحاجه اللي انت بتعملها وبتلاقي نفسك يعني زي ما بيقولوا كده بتنسى نفسك وانت بتعملها وتلاقي الوقت بيجري وانت مش حاسس بيه، انت مستمتع في الحاجه اللي انت بتعملها ومش مركز مع الوقت وحاسس ان الوقت بيجري بسرعه وانت مستمتع وانت بتعمل الحاجه دي. رقم 3، ايه الحاجات اللي انا لما بشوفها بحس ان انا عايزها حتى لو محدش هيشوفني بيها؟ يعني انا شفت مثلا حد ناجح في طريقه معينه او حد واصل لحاجه معينه او حد غيره، ولكن انا مش هتشاف، هل لسه عايزها؟ يعني انا عجبتني عربيه جدا علشان مريحه، علشان هتنجزني في السكه، علشان سريعه، حتى لو مش اعلى شكل او اعلى موديل ولكن هي بتحقق الهدف بتاعي. رقم 4، لو ضمنت ان انا مش هفشل، ايه الحاجه اللي هبقى عايز اعملها؟ انا ضامن ان الحاجه اللي هعملها دي مش هفشل فيها، ايه بقى هي الحاجه اللي انا هفضل اعملها وانا ضامن اني مش هفشل فيها؟ ورقم 5، علشان برضو ما نبعدش قوي عن الواقعيه، ايه هي الحاجه اللي ممكن تكون مطلوبه وانت تقدر تعملها؟ يعني لو عايزين مثلا حاجه في الجانب المادي او الشغل او هكذا، ممكن تيجي في دماغك افكار كويسه وانت عايز تعملها بس مش مطلوبه او مش هتشتغل بيها، فبرضو خلي فيه ايه سنه واقعيه، اللي احنا عايزين حاجه نعرف نجيب منها فلوس ونعرف اللي احنا نعيش بيها. ومهم جدا اللي انت تعمل ده وانت مركز وانت مصفي ذهنك، وبعد نفسك بقى عن اي دوشه وتشتت وضوضاء، وابعد بقى التليفون عن ايدك، وابعد اي حاجه، حاول تركز وتجاوب بتفكير عميق. وده في العموم بقى، يعني حاول تبعد عن التشتت والضوضاء والكلام ده في العموم. حاول تمشي كتير من غير مثلا برضو سماعات ولا بودكاست ولا حاجه من دي، يعني مش لازم تبقى منتج في كل لحظه، مش لازم تستفيد بكل حاجه، لا عيش حياتك، خلي عندك وقت فاضي، خلي عندك ملل، اقرا، اكتب كتير الافكار اللي تيجي على دماغك ودون. حاول تبعد عن اي تشتت بقى، السوشيال ميديا سواء انستجرام، تيك توك، فيس، كلام من ده كله حاول تقلله بقدر الامكان، ولو تعرف تبطله يا ريت. وحاول تسيب لنفسك مساحه علشان تعرف فعلا تفكر في الحاجه اللي انت عايزها، لان طول ما انت بتاخد معلومات من بره، المعلومات دي هتختلط بالافكار بتاعتك الحقيقيه، فممكن تلاقي نفسك عايز فكره بس في الحقيقه هي مش فكرتك، هي فكره انت جبتها من فيديو او ريل او شورت انت اتفرجت عليه فافتكرت ان هي دي الحاجه
الحاجه اللي انت عايزها، وما تفهمش اللي انا بقول لك كون نفسك اللي انت تبقى متحجر وان انا كده وهفضل كده. لا، احنا زي ما اتكلمنا على مثلا مثال محمد عبد المنعم لما كان مهاجم بعدين رجع مدافع، اتكلمنا عن كوبي براين لما اتطور وطور نفسه وغير من شخصيته، اتكلمنا عن دايسون لما قعد يجرب ويطور في اشكال المكانس الكهرباء بتاعته. فانت نفس الفكره، انت كل يوم بتتطور، كل يوم بتتغير، بتقرا، بتكتب، بتعرف نفسك اكتر، بتسعى انك تطور نفسك. عادي انك تغير رايك، حاجه انت كنت شايفها النهارده هي الحاجه المناسبه ليك، بكره حسيت ان لا ده ما طلعش هي دي الحاجه المناسبه، ده انا كنت فاكر غلط، وكمان سنه واتنين هتلاقي نفسك عندك فكر تالت. عادي، البني ادم بيتطور، احنا مش جامدين، احنا بنتطور مع الظروف وبندور دايما على الحاجه المناسبه لينا مش الحاجه الافضل. انا مش بدور على احسن حاجه هي دي اللي انا هعملها، انا بدور على انسب حاجه ليا انا، انسب حاجه لشخصيتي، انسب حاجه لفكري. فانا لما بتطور مش بتطور في الناحيه اللي الناس شايفين ان هو ده النجاح، انا بتطور في الطريق ان انا شايف ان هو ده النجاح المناسب ليا في وجهه نظري في الحياه اللي انا عايز اعيشها واسلوب تفكيري الخاص، مش مجرد ان انا متساق من الناس او زي ما بيقولوا ماشي مع القطيع، او ان انا شايف الناس عايزه ايه مجرد بعمل شبههم. وما تفهمش كلامي ده اللي انا بقول لك انت لازم تكون مختلف، يعني تشوف الناس بقى وتشوف مثلا هم ماشيين كده فانا همشي كده. لا، الدنيا مش كده، دي برضو يعتبر تقليد بس تقليد عكسي. لا، انت ما بتعملش كده، انت بتشوف نفسك، انت بتشوف انت عايز تبقى ايه، انت بتشوف ايه الحاجه اللي انت حاببها. والله الحاجه دي ماشيه مع الناس همشي معاهم لان انا عايزها، الحاجه دي لو عكس الناس برضو همشي فيها لان انا عايزها. انا مش مجرد ان انا بعاند الناس او بعرضهم او بقول ان انا مش همشي مع القطيع بقى فانا مش هعمل الحاجه اللي الناس بيعملوها. طب ممكن يكون الناس بيعملوا حاجه صح، هل انا مش هعملها لمجرد الناس بيعملوها؟ لا، انا هفضل اعملها لان هي دي الحاجه الصح. ولكن لو في حاجه الناس بيعملوها ولكن انا شايف ان انا مش مناسبه ليا، فساعتها هقدر ان انا اعملها لان انا بعمل الحاجه اللي انا عايزها مش اللي الناس فرضاها عليا. وعلشان تحل ده اسال ليه، فتقعد تسال نفسك ليه كتير قوي. يعني والله انا عايز اشتغل مثلا في الشغلانه دي، ليه؟ علشان خاطر اجيب منها الفلوس دي. طب انا عايز الفلوس دي ليه؟ علشان خاطر اعيش مثلا عيلتي في مستوى معين. ليه؟ علشان مثلا حابب يكون عندي مثلا بيت كويس وتكون عندي اسره جميله وهاديه وولادي يتعلموا تعليم كويس وهكذا. فانت تعرف توصل لجذر الفكره. الفكره مش انت عايز تشتغل في المجال ده قد ما انت عايز توفر لاهلك ولعيشتك الامان المادي. فانت تقدر اللي انت توصل لده من خلال انك تشتغل شغلانات مختلفه. مش لازم الشغلانه دي، ممكن حاجه تانية تكون بتطلع نفس المبلغ اللي انت عايزه وتسمح لك اكتر انك تقعد مع اهلك. لان انت ممكن زي ما قلنا بقى ان انت لو نسيت ترجع لليه، فانت ممكن في الاول انت عايز تشتغل علشان تعرف توفر فلوس عشان اهلك يعيشوا حياه كويسه، وفي الاخر تنسى ان انت تقعد معاهم. فانت خليت الفلوس غايه مش وسيله. انت كان هدفك اصلا او غايتك ان انت اسرتك تبقى مستقره وان انت عيالك يتعلموا كويس ويتربوا كويس. طب هيتربوا كويس ازاي وانت اصلا ما بتشوفهمش، ما بتقعدش معاهم علشان وقتك كله في شغلك؟ فانت هنا بتجري ورا الوسيله لحد ما بقت غايه ونسيت اصلا الغايه الاصليه اللي انت عملت ده علشانها. فحاول تسال نفسك ليه كتير وحاول توصل للسبب الحقيقي للحاجه اللي انت بتعملها. وفي الاخر حاول ان انت ما تمشيش وخلاص، حاول ان انت ما تعملش الحاجه وخلاص، حاول ان انت تفكر فيها، تفهم انت ليه عايز ده. لو لقيت ناس كلها ماشيه في اتجاه ما تمشيش وراهم، حاول ان انت تشوف انت نفسك عايز ايه، انت نفسك حابب ايه، انت نفسك عايز توصل لايه. مش مجرد الناس رايحه فين، الترند رايح فين، مثلا ايه البلد دلوقتي اللي الناس بيسافروا لها، ايه مثلا نوع العربيه اللي الناس بيشتريها، إيه. مش لازم تمشي ورا الناس خالص. حاول ان انت تفكر، تهدى، تكتب، توصل للي انت عايزه وتمشي في طريقك زي الاسد ولا يهمك. ولكن قبل ما تعمل ده خليك عارف انت رايح فين. ما تمشيش في طريق وبعد 10 سنين تلاقي نفسك ان انت كل ده كنت ماشي في طريق غلط. وحاجه مهمه ان انت لو في نص الطريق اكتشفت ان انت في طريق غلط حاول تصححه. لان غالبا على ما اتذكر كان في مثل ياباني بيقول حاجه شبه ان انت لو في قطر ماشي في اتجاه الغلط، كل ما هتقعد في القطر ده فتره اطول كل ما تذكره الرجوع هتبقى اغلى. كل ما هتطول في الاتجاه الغلط كل ما صعوبه انك ترجع للاتجاه الصح هتزيد. فحاول اي وقت عرفت فيه ان انت غلط ما تكبرش وارجع للصح. وفي الاخر زي ما قلنا الهدف مش انك تعيش حياة شخص تاني او انك تمشي ورا حلم كبير وخلاص او انك تختلف حتى وخلاص. الهدف انك تعرف نفسك، تعرف شخصيتك، تعرف ايه الحاجة اللي بتميزك وتمشي فيها. وخليك عارف ان العالم مليان نسخ، مش محتاج نسخ جديدة. اختلف، خليك نفسك وبس كده. السلام عليكم.